ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبصحة وعافية يا رب ان شاء الله على طول. وحشتوني وحشتوني جدا جدا. سامحوني رجعت لكم بعد غيبة طويلة، كانت والله لظروف خاصة خارجة عن ارادتي، فمعلش الحمد لله كله خير من عند ربنا. النهاردة هعمل معاكم صينية جلاش بسيطة جدا، مكونات بسيطة. انا كان عندي عصاج كنت حاطاه في الفريزر، دلوقتي بطلعه دلوقتي بسخنه. حطيت عليه بصلايه صغيره طازه، تمام. وهنزل عليه بشويه بهارات، وشويه فلفل اسمر، وشويه ملح بسيط جدا عشان هو اصلا اوريدي متملح. اعلي النار سنه كده بسيطه. انا يا دوبك هو جاهز على فكره، انا يا دوبك بسخنه وبخليه ياخد ويدي من طعم البصلايه اللي لسه مقطعاها دلوقتي معاه. هو كان فيه متعصج عادي البصل والتوابل وكل حاجه بتاعته، بس انا بحب بالنسبه للعصاج اللي هو المتجمد لما بحب اطلعه من الفريزر بحط له بصلايه طازه وبديله تشويحه بسيطه كده وشويه توابل بسيطه وحته سمنه صغيره، واقلبه لغايه ما يسخن مع بعض. وكده العصاج بقى اخد وده مع طعم البصله والتوابل سخن المنظر ده كده دلوقتي اهو. كده بقى جاهز وهنشوف هنعمل مع بعض ايه. دلوقتي هنعمل بقى نطبق الجلاش في الصينيه نحطه. يبقى احنا عندنا نص كيلو جلاش لفه كامله اهي. ودلوقتي انا دهنت الصينيه فرشه سمنه، وهحط 3 ورقات فرشه بسيطه. وزيهم 3 ورقات العكس بتاعها. فرشة برضو بسيطة مكترش من السمنة. وهنحط برضو 3 طبقات برضو عكس عكس اهو 3 كده برضو. يا دوبك بس كده نمسحها بالسمنة عشان ما تبقاش تقيلة. زي ما انتم شايفين كده، والناحية التانية برضو كذلك اهي. وهمسحها بالسمنة واكمل انا نص المقدار كده وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا فضيت نص المقدار بتاع النص كيلو جلاش اهو. اخر طبقه اللي انا حطيتها دي اللي هي هتبقى في النص ما حطيتش عليها سمنه علشان كده كده اللحمه اوريدي فيها سمنه. هنزل عليها باللحمه دلوقتي. هوزع انا دلوقتي اللحمه المفرومه او العصاج فيها.
هكمل بقى انا بقيه المقدار. اول 3 فوق منها مش هحط عليهم سمنه، عشان كده كده هيبقى اللحمه فيها سمنه. تمام، هكمل المقدار كده مع نفسي وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت المقدار وهقطعه دلوقتي قبل ما احط عليه بسم الله الرحمن الرحيم سمنه او اي حاجه. هنا بعد ما قطعتها بالمنظر ده حطيت عليها فرشة سمنة بسيطة على الوش. دلوقتي عندي كوباية وربع لبن. تمام، بحط عليها بيضتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط عليها شوية فلفل أسمر بصوت، شوية ملح، وهقلبها بالشوكة تقليبة بسيطة كده. ننزل باللبن بقى بالبيض على الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دلوقتي كده المنظر ده. بالمنظر ده كده نوزع اللبن عشان ينزل برضه من تحت كده. وكده ان شاء الله بقت جاهزه ان هي تخش الفرن. هتقعد بتاع حوالي من 10 دقايق لربع ساعه ان شاء الله. هنشوفها مع بعض. من 10 دقايق لربع ساعه في نار متوسطه، نسيت اقول لكم معلش، اللي هي 180 كده. بعد ما خرجت من الفرن شكلها بالطريقه المشهيه دي. ايه رايكم بقى؟ يا رب يكون عجبكم طريقتي في صينيه الجلاش. اظن شكلها بتحدث عن نفسها ما شاء الله، شكل جميل وان شاء الله طعمها حلو. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. كانت معكم سحر في المطبخ. باي باي، مع السلامة، وكل سنة وانتم طيبين.